السفر نفسه في حد ذاته ملهم. في المطار نفسها بتغسلني من جوه. بالظبط. طبيعة البشر وفرق الثقافات وفرق الطبايع ما بين الناس في الشعوب، يعني هو ده اللي بيلهمني قوي. يعني انا ببقى عينيا مركزة قوي على الناس دي عايشة ازاي، بتتعصب ازاي، بتفرح ازاي، حلو ده بتعمل قوي. ايه. حلو. بحس ان انا بتبقى لقطة ده مع الطبيعة طبعا، مع المكان اللي انا رايحاه يعني كان، مع التفاصيل بتاعته. بس اكتر حاجة بتبقى ملهمة قوي بالنسبة لي هي البشر بتوع المكان دول، اصحاب المكان دول او اهل البلد نفسهم. الحاجات دي بتلهمني قوي بتخليني طول الوقت كده مركزة في حتة الاختلاف ده حاجة عظيمة. صحيح. يعني قد ايه انت طول الوقت كل ما بتشوف بتلاقي انه في اختلاف، وفي ناس مختلفة. صح. وفي ناس مختلفة ممكن تعيش معاها وتتقبلها. وبحس ان ده ملهم قوي. يعني طبعا السفر نفسه في حد ذاته ملهم. رحلة الطيارة نفسها ملهمة. في المطار نفسها بتغسلني من جوه اصلا. والله أيوة، الويتنج نفسه مش ايوه الطيارة يعني. آه. كل البروسيس بتاعت السفر نفسها بحس انها ملهمة، وبحس ان انا عايزة استغل كل لحظة فيها. يعني عايزة ابقى كل اذان صاغية